السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا سمعنا ان في حد قتل عدوه، قتل حد بينافسه على الحكم، قتل ناس ضد دينه، او حتى حزب سياسي معادي ليه، او في الحروب. لكن ملك يقتل عياله علشان ما يقومش من على كرسي الحكم، او عيال يقتلوا ابوهم عشان الحكم، وام تقتل ضناها عشان الحكم. الحلقة دي حرفيا زي حلقات الاسود بالظبط، بس على شكل بني ادمين. بعد الانترو على طول. في الأندلس سنة 350 هجري في عهد الخليفة المستنصر بالله الأندلسي، كان الملوك دايما بيجيبوا لولي العهد واحد اسمه رائد الملك. الخليفة المستنصر بقى جاب لابنه واحد اسمه محمد بن أبي عامر علشان يجهزه إن يبقى الملك ويبقى خليفة لأبوه. والمستنصر مات سنة 366 هجري، والمفروض اللي يتولى الخلافة بعده ابنه هشام، بس الواد لسه صغير عنده 12 سنة بس. وقتها بقى الوصي على الملك الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر، وطبعا وصي على عيل عنده 12 سنه فتبقى انت الحاكم الفعلي يا معلم. وكان عامل للخليفه الحقيقي سجن في قصره. وجت بقى سنه 380 هجري وكده عدى 14 سنه، والمفروض ان هشام بقى عنده 26 سنه. بس محمد بن ابي عامر بقى كان اللي معاه على طول ابنه عبد الملك، وكان عنده عيل تاني اسمه عبد الله. وعبد الله بقى لما شافوا القرب اللي بين عبد الملك وابوه محمد قال له عليا النعمه لانقلب عليك. قال له هتنقلب على ابوك ياض؟ يعني انا اسرق الحكم الحرام قوم انت تسرقه مني؟ عبد الله راح لم الشله اللي على القهوه اللي هي اصلا بتكره ابوه. وساعتها محمد بن ابي عامر قال عليا الطلاق بالثلاثه من امك لكون قاتلك. وعبد الله لما عرف ان ابوه ناوي يقتله قال لك يروح ما بعدك روح، ده ابويا وابن جزمه وانا عارفه، وخلع. فمحمد بن ابي عامر دور عليه لحد ما اعترف فيه وبعت له بقى وقال له هو انت يا واد صدقت حد يقتل ضناه برضه؟ ده انت اللي في القلب يا واد. واللهبل صدق ورجع، وابوه بعت له حراس يجيبوه. وفي نص الطريق الحراس قالوا له انت صدقت نفسك انزل ياض، ونزلوه وقتلوه. السؤال بقى فين الواد هشام ابن المستنصر في الليله دي كلها؟ محبوس يقلبهم في القصر برضه. ما هو محمد بن ابي عامر علشان يخوف هشام ابن المستنصر بعت له راس ابنه اللي هو قتله. قال له دي رساله واضحه، كل عيش، انا ما عنديش غالي، انا قتلت ابني، هسمي عليك انت؟ مش منطق. وعندنا كمان لما الخلافه الامويه سقطت كانت كل اماره جايبه لها واحد كده بيحكمها، والفتره دي اشتهرت تاريخيا باسم ملوك الطوائف، ودي بدات سنه 422 هجري. والطوائف دول كان منهم مجموعه اسمها بني عباد. حاكم بني عباد بقى كان اسمه المعتضد بالله، وكان ليه طريقه كرييتيف قوي في الذبح. كان ياخد الجمجمه بعد ما يذبح صاحبها ويدفنه. يعمل ايه بقى بالجمجمه؟ بيعملها قصريه. لا 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 مش دي، قصريه زرع زي دي. شفتوا الابداع؟ وسنه 450 هجري اسماعيل بن المعتضد زهق من كتر الحروب اللي ابوه بيبعته يحارب، وانتوا عارفين بقى ولاد الحلال كتير. قال له طب وانت ايه اللي جبرك على كده يا سمعه؟ ما تنقلب على ابوك وتبقى انت الملك، ما انت بتحارب له وهو قاعد على الكرسي وخلاص ومالوش اي لازمه. اسماعيل بقى زي اي عيل بار يقول لهم لا ده ابويا، والدم ما يطلعش من الميه والضفر ما يبقاش لحم. قال لهم قشطه انا معاكم، وخد ناس وراح على قصر ابوه علشان يقتله. بس ابوه ما كانش في القصر وقال له ده انا بابا يالا. ولما عرف باللي اسماعيل عمله قال وديني اللي بيته مربوط في الكهرباء ومسكه السلك عريان. وفعلا امر رجالته يطاردوا ابنه اسماعيل ويمنعوه يدخل اي حته في الدوله. وقتها اسماعيل احتاس قوي وما بقاش عارف يروح فين، بس قائد حصن شزونه وافق انه يدخل اسماعيل عنده. ساعتها اسماعيل بعت لابوه وقال له سامحني يابا انا غلطان وندمان ومش هعمل كده تاني. وبعدين يا اخي هو انا كنت عملت ايه؟ انا كنت هقتلك بس، هو انت قفوش قوي كده ليه يا حاج؟ الغريب بقى في الموضوع واللي مش متوقع ان ابوه قال له ماشي يا واد سامحتك يلا تعالى امك عامله لك الاكله اللي بتحبها. اسماعيل قال لك لا ابويا ده نجس وانا عارف مستحيل يكون فوتها، ده الراجل اللي بيعارضه بيعمل دماغه قصريه وبيزرع فيها، هيسامحني انا بالسهوله دي؟ ايه المشكله بقى؟ ان الاب كان صايع وكان عارف ان ابنه هيغدر بيه جينات بقى، وفعلا راقبه واستناه لما دخل القصر
القصر وقال له يعني انا سامحك ومفيش فايده في طبع امك الواطي ده؟ هو انت لازم تورث صفاتي قوي كده؟ وامر بقى رجالته انهم يقتلوه، وقال لهم عاوز راسه تبقى قصريه جنب الاثار اللي موجوده. والحراس يا اخويا ذبحوا اسماعيل قدام ابوه وعملوا راسه قصريه، وكل ده عشان الحكم. ويلا بينا بقى ناخد الموتوسيكل ونيجي على مصر، وبالتحديد بقى في عصر الدوله الفاطميه في عهد الحافظ لدين الله سنه 524 هجري. وكالعاده يعني الدنيا كانت دايما نار. اساسا الخليفه اللي قبله الامر باحكام الله ابن عمه ميت مقتول. الحافظ لدين الله لما قعد على الكرسي عين ابنه حيدره ولي العهد، وحيدره مش الكبير، حسن هو الكبير، بس هو قال لك لا انا عاوز حيدره. فحسن قال له يا دادي انا الكبير. قال له بس ياض انا عارف المصلحه اكتر منك. المهم قامت الحرب بين حيدره وحسن وضاع فيها حوالي 7000 بني ادم، وحسن انتصر على حيدره. فعمك حافظ شال حيدره وحط حسن. في ايه يا سونا انت ما قتلتش بابي ليه؟ هو يعني كان ليه لازمه؟ ما هو سايبكم تقتلوا بعض. هو انت كنت بتتفرج على الكلاسيكو يا اسطى؟ العيال بتموت بعضها. المهم الحرب بعد ما قامت بين حيدره وحسن، حسن مسك كل اللي ساعد حيدره وقتله. الجنود قالوا لك ده لسه ولي العهد وبيعمل كده، امال لو بقى خليفه هيعمل فينا ايه؟ ده هيلبسنا اللبسه من غير اساتك. واتلموا يا اخويا حوالي 10000 جندي وعملوا اعتصام قدام قصر الخليفه الحافظ، وراسهم 1000 جزمه انه يشيل حسن من ولايه العهد. قال لهم ولا تزعلوا نفسكم، هو يعني حسن يوسف خلاص عزلته؟ قالوا له لا انت فاهم غلط، احنا مش طالبين اوردر، ابنك يجي وتقتله قدامنا. قال لهم خدوا بالكم ده ابني. قالوا له يعني انت ما خدتش بالك ان ابنك قتل ابنك؟ ما هو يا تقتل ابنك يا هتتقتل انت وابنك. فعمك حافظ قال لك لا يتحرق، وجاب طبيب القصر ابن قرفه وقال له اعمل انا ايه دلوقتي؟ لو قتلت الواد مش هيبقى عندي ولي عهد. فالطبيب قال له يا اخويا اقتله وابقى خلف غيره، ولا انت سلمت نمر يا كينج؟ قال له خلاص يضك قطع لسانك، اسد يقلى فيه ايه؟ وساعتها فعلا دخلوا على حسن واجبروه يشرب السم وموتوه. وحافظ خرج للجنود وقال لهم انا قتلت ابني. قالوا له نشوف بعينينا. وفعلا دخلوا واتاكدوا انه قتل ابنه، وكمل الحافظ حياته وهو مأمور على ابنه. وكل ده عشان الحكم. عمك السلطان برقوق بقى كان بيحكم مصر سنه 815 هجري، وده كان طوب الارض بيكرهه، وحرفيا الناس كانت بتكرهه لانه كان قاسي. كان عامل سجن اسمه خزانه الشمايل، وده عباره عن حفره عميقه كده في الارض، واللي بيضايقه بيربطه في السلاسل وبيرميه في الحفره دي، والمسجون بقى يفضل واقف طول النهار على رجله، ولما الدنيا تليل يرخوله السلاسل عشان ينام. بينام على ايه بقى؟ على الفضلات مع الفيران والحشرات والزباله، وحاجه اخر 5 نجوم في الوساخ. في كتاب لحظه التاريخ للكاتب محمد المنسي قنديل بيقول ان ارضيه السجن ده كانت مليانه بعضم الناس اللي كانت ميته فيه قبل كده. ومن ضمن الناس بقى اللي دخلت السجن ده الامير شيخ المحمودي، ونذر النذر ان لو ربنا فك كربه هيهد السجن ده وهيعمل مكانه جامع. وفعلا ربنا كرمه وهبق من السجن ده ورجع تاني وتآمر على برقوق هو واعدائه وعملوه عصير. والمحمودي وصل للحكم وبقى السلطان المؤيد شيخ، وقرر بقى يوفي بنذره. بس هتوفي بنذرك منين؟ البلد ما فيهاش فلوس، ولا انتوا برضو كان عندكم صندوق النقد الدولي؟ ما كانش عندكم؟ امال هتجيب الفلوس منين؟ من الناس؟ الناس ما معهاش حاجه. لا ما هم هيتبرعوا بحاجات عينيه، وكانوا فعلا بياخدوا كل حاجه من الناس وبياخدوها بالعافيه علشان يبني جامع ايه ده يا اخويا. وبدا بقى يخرب في مساجد تانية علشان يبني المسجد بتاعه، وساعتها الناس كرهت المسجد وسمته المسجد الحرام. ويوم افتتاح المسجد الناس قالوا له ما تسيب الحكم لابنك ابراهيم الصرمي. وساعتها المؤيد غلف نفسه قوي وان الناس بتحب ابنه اكتر منه، بالذات لما جه الطاعون. المؤيد قفل على نفسه وقال لك يتحرقوا، لما يبقى يخلص الطاعون هبقى اطلع. غير اللي عمله ابراهيم خالص، ابراهيم اختلط بالناس وحب يداويهم ويشوف احوالهم. ساعتها المؤيد جاب القاضي ابن البرز، قال له اعمل ايه دلوقتي؟ الواد هيطيرني من على الكرسي. قال له يا عم ابعته في اي حمله وقول له اقضي على المتمردين واديه جيش صغير، ويا يموت ويبقى شهيد يا يتهزم والناس تكرهه. قام عمك المؤيد قال له روح يا ابراهيم اقمع المتمردين
قمر الدين، وابراهيم راح بس رجع له بيهم متسلسلين، والناس حبتها اكتر ومشوا وراه يزفوه لحد باب القلعه. والواد دخل بس ايد ابوه وقال له الدنيا زي الفل يا حاج. قال له حاج مين الله يخرب بيت اهلك، طب ما بتموتش ليه ياض؟ وعمل له وليمه على حس انه بيحتفل بيه بقى المنتصر، وفعلا سمى ابنه. الواد لما عرف ان ابوه سمه قعد يعيط، والمؤيد لما شاف ابنه بيموت عيط هو كمان، وقعد يتحايل على الدكاتره يلحقوه، بس خلاص محدش لحقه. وابراهيم مات واتدفن في المسجد الحرام اللي ابوه بناه، وحزن عليه 7 شهور، ومات بعدها من الحزن على ابنه واللي عمله فيه، واتدفن جنبه في المسجد. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى منكم تدعموني باشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.